هو فيتوريا استبعده لان هو لما خد كريم فؤاد كان واخده باك يمين، فهو بالنسبه له قناعاته في الحته دي بعمر جابر واكرم توفيق. ماشي. هو لعب في النادي الاهلي في مركز الحته اللي قدام، انا بالنسبه لي عندي فيها ناس كتير، انا مش هبقى محتاج كريم فؤاد في الحته دي عشان بس نقفل الموضوع انه انا خدته في الحته دي ليه او ما خدتوش. هو الراجل مش محتاجه في الحته اللي فيها اكرم توفيق وعمر جابر. وبالمناسبه حتى هذه اللحظه اللي بكلمك فيها رقم واحد عنده في الباك اليمين هو عمر جابر. يعني ممكن نلاقي ده في ماتش بلجيكا يعني. بغض النظر عن المعطيات بتقول اكرم او الكلام ده، لا بس انا بقول لك رقم واحد عند الراجل لحد دلوقتي عمر جابر. نمره 2 هو النادي الاهلي زعل شويه من فيتوريا من تصريح هو قاله لما قال انه كريم فؤاد الناس زعلانه ليه؟ انا خدته من النادي الاهلي وما كانش الجهاز الفني النادي الاهلي بيثق فيه زي ما انا وثقت فيه وخدته. ده عمل شويه زعل عند النادي الاهلي، كان بسبب الحفيظ تواصل مع منتخب مصر وقال لهم انه الراجل ما كانش ينفع يقول هذا التصريح، ده لعيب بيلعب عندنا وانت لما خدته من عندنا خدته وهو بيلعب، ما خدتوش على الدكه يعني. فحته ان احنا ما بنثقش فيه دي جبتها منين؟ ما تهمدلناش اللعيب، ما تهمدش اللعيب بالظبط، ده اللفظ اللي اتقال بالظبط. هو كريم فؤاد مش عارف يعني انه ما راحش المنتخب ليه احسن من زيزو واحسن من كل اللي راحوا دول، ده اولا. ثانيا واضح ان روي كابوريا محتاج يحط لها قطره ويسيبها فتره لان في حرقان في المزلقان من النادي الاهلي، واضحه كده. يا كابتن رضا فاضل له سنتين مع نادي الزمالك. طيب الناس اللي هتقول امام عاشور امال بيقعد دلوقتي مع نادي الزمالك بيعمل ايه؟ بيجدد عقده؟ لا، هو ما بيجددش عقده. في فرق كبير ان واحد يتم تجديد ليه التعاقد، يعني انت سيادتك عايز كام؟ عقدك خلص وهديك كام وكام سنه، صح؟ لكن انت ده في التجديد، ده في التجديد. لكن انت لسه قدامك معايا سنتين ده يعني ايه يا عالم؟ ان انت تبقى زي ما انت ماشي كويس او مش كويس او مصاب، الله يعني ربنا يحميه، او غير أنا مصاب، بحب امام عاشور. طيب او موقوف او ما انت ما تضمنش يعني قدامك سنتين. طيب انت كنت بتاخد كام قرشين؟ الزمالك خليهم لك، ركز معايا بقى عشان مش هفسر، 7 من قرشين. خلاص. والسنة اللي بعدها ده خلاص، ده انت هتاخد 7 من امتى؟ من دلوقتي. يعني انت بتاخد 2 خليتهم لك 7 في 9 في 10، ما هو سنتين وسنتين يبقوا كام؟ 4. يا عم تتكلم بالمفتشي ان امام عاشور بياخد 2 مليون ونص في العقد بتاعه اللي هيخلص يناير 2024 اللي هو يناير اللي جاي، اللي بعديهم دي في اي حته زي ما هو ما عايز، وان الراجل عايز ياخد زي زيزو عرض عليه 8 انا عايز 18. وضحها.